السبانخ من الخضروات الشتوية اللذيذة، بتتعمل بالفول الأخضر أو بالبطاطس. في الفيديو ده هعملها معاكم بالبطاطس. بنجيب بصلة صغيرة أو متوسطة حسب كمية البصل اللي انتوا حابين تضيفوها. بنحمرها لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. بعد كده بنكون مجهزين البطاطس ومقطعينها مكعبات متوسطة، ما نقطعهاش صغيرة قوي علشان ما تتهريش. وبعدين بنضيفها على البصل وبنديها تقليبة. بالمناسبة طريقة تخزين السبانخ اللي انا بعملها، بجيب السبانخ وانضفها واغسلها كويس وبعدين بقطعها وبعبيها في اكياس تلاجة ومباشرة على الفريزر، مش بعرضها للحرارة. وبحب اخزنها من غير كزبرة الخضراء، بحب اضيف الكزبرة الخضراء فريش. وقت الطبيخ بطلعها بقى من الفريزر وهي مجمدة ومباشرة بنزلها على البطاطس، وبقطع عود كزبرة خضراء صغنطوط كده وبضيفه عليها. وبعدين هغطي عليها واسيبها بقى تفك مع نفسها كده على نار هادية. اول ما بتفك بقى بديها تقليبه كده مع البطاطس، وهعلي النار شويه واسيبها لحد ما الميه بتاعتها دي تتشربها شويه صغيرين. اكون جهزت عصير الطماطم. عصير الطماطم بقى جاهز وصفيته. ونحاول ما نضيفش للسبانخ كميه طماطم كتير، يا دوب عصير الطماطم يكون مغطي السطح بتاع السبانخ كده على القد بالظبط. لو هنستخدم الفول الاخضر مع السبانخ نفس الخطوات بالظبط، بس بدل البطاطس هيكون الفول الاخضر. وقبل ما بنستخدمه بنديله غلوة واحدة بس في المية، وبعدين بنصفيه ونضيفه على البصل ونمشي بقى على باقي الخطوات هيها بالظبط. السبانخ لا يضاف ليها اي بهارات نهائيا سوى الملح والكزبرة الناشفة وحبة شطة صغيرين. لو حابين مش حابين تضيفوا شطة مفيش مشكلة، هو يدوب بس الملح والكزبرة الناشفة فقط لا غير. هغطي على السبانخ بقى واسيبها كده تتسبك مع نفسها شوية على نار هادية، وعلى ما اجهز لها الطشة. الطشة عبارة عن توم مفروم، بديله يعني تحميصة كده يدوب ياخد بداية اللون الذهبي. بضيف عليه شوية من الكزبرة الناشفة، وانا بحب اكتر الكزبرة الناشفة في الطشة دي شوية. بقلبهم كده يتحمصوا مع بعض شوية، وبعدين بقى بكشف الغطا، الايد بيكون فيها الغطا والايد التانية فيها المقلاية. بنزل الطشة وبغطي عليها على طول علشان الريحة تفضل جوه السبانخ. بعد الطشة مش بطفي على السبانخ مباشرة، يعني بحاول اديها دقيقة كده غلوة او حاجة. ولو عندي بقى لحمة مستوية كده يعني بتكون مستوية سوا كامل، بنزلها تاخد الغلوة الاخيرة دي مع السبانخ، وبعد كده بقى بتكون جاهزة على التقديم. ودي الطريقة الأصلية والأصح لطبخ السبانخ. السبانخ ما ينفعش تطبخ بطريقة تانية غير كده. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وبالهنا.